بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ووصفات جديدة رمضانية بامتياز. راح نحضر معكم خبز هشيش وبنين، ومن نفس العجينة راح نحضر ميني برجر بزاف بنان وغير بربع صدر تاع الدجاج. وعندي ايضا طبق رئيسي طاجين الجلبانة بالقرنون المحشي بزاف بنين. ما نطولش عليكم ونروح نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا في إناء نحط كاس تاع حليب يكون دافي مع نص كاس تاع ماء، نحط لهم أيضا ملعقة كبيرة سكر مع ملعقة كبيرة خميرة الخبز، نخلط مليح ونضيفو 2 ملاعق سميد يكون رطب، نخلطهم ونخليهم يخمروا حوالي 5 حتى 10 دقائق، ونجي نحط لهم 2 ملاعق زيت ونضيف أيضا ملعقة كبيرة ملح، ونلايم بالفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة طرية وتكون تلصق في اليد. ونجي نضيف ملعقة زبدة، تقدروا تستبدلوها بالسمن أو بالزيت، نحطوا 4 مغارف كبار ونحاول ندخلها في العجين. هنا كانت جامدة معايا، حاولت نطريها غير بيدي وجيت دخلتها في العجينة بهذه الطريقة وغطيتها وخليتها تخمر حوالي 20 دقيقة، وجيت هبطتها كامل بهذه الطريقة ورجعت خليتها تخمر. من بعد ما اختمرت المرة الثانية وضاعف الحجم تاعها، نجي نهبطها كامل الخمورية تاعها ونروح نقسمها الى كريات بهذا الشكل، حوالي 80 غرام للكرية، ونحطها في صينية هذه تاع الخبز ونحاول نرققها غير شوية باش ما يجيناش معنا مكتل. اما بالنسبة للميني برجر، كل كرية نرجع نقسمها الى 2، يعني بوزن 35 حتى 40 غرام، ونحطها في صينية ونرققهم هما تاني ونخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم. نص ساعة كافية. نجيب حبة بيض ندهن السطح تاع الخبز كامل ونرشه بالسانوج. اما الميني برجر دهنته بالبيض ورشيته بالجلجلان، دخلتهم يطيبوا في فرن يكون مسخن مليح، شعلت عليهم من الاسفل فقط، كي طابوا من الاسفل شعلت عليهم من الاعلى حمار وخرجتهم. وبالنسبة للبرجر عندي بصلة صغيرة مع سنينة تاع الثوم مسكرفجين، حطيت لهم ربع صدر تاع الدجاج مرحي وحبة تاع جامبو ووحدة جامبو اللي راح تغنيني كامل على الملح والتوابل. خلطتهم مليح وخليتهم يريحوا بجنب. من بعد جيت عملتهم اقراص صغيرة، وهنا لاستيس او تدبيرة باه ما يلصقوش معكم كي تروحوا تقلوهم. نجو نرمدوهم في الفرينة بهذا الشكل ونقلوهم، يعني جد سهل. وشوفوا لي خبز الميني برجر كيفاش جاي شهي وخفيف وقطني من الداخل. نفتحه في الوسط بهذا الشكل، نحط له كمية من المايونيز او الفرماج او اي شيء انتم تختاروه، وورقة شلاضة شريحة طماطم وواحدة برجر اللي حضرناه مع بعض، وبلا ما ننساو شريحة من الجبن اللي اذا متوفرة عندكم، ونغلفوا البرجر تاعنا. نعاود معكم واحدة اخرى. وشوفوا هنا النتيجة كيفاش جا ما شاء الله. نقسم معكم واحدة. شوفوا كيفاش جا روعة. والخبز الثاني تاعنا جا ما شاء الله خفيف ومقطن وهشيش. نروحوا الآن نحضروا الطبق الرئيسي تاعنا. عندي في طنجرة نحط نصف حبة بصل كنت رحيتها، نحط لها طرف تاع الدجاج، نسكرفج لها الثوم، درت نص حبة كبيرة، نحط لها حوالي 3 حتى 4 مغارف تاع الزيت، ملعقة صغيرة ملح، والتوابل طبعا نصف ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة تاع راس الحانوت. حطيت هنا كاس تاع جلبانة وحطيتهم فوق النار يتقلاو مليح، وجيت نحضر الحشو تاع القرنون. عندي كمية من دنداشي حوالي 100 غرام، سكرفشت لها الثوم اللي بقات لي، وحطيت لها نصف حبة بصل مرحية ونفس التوابل اللي حطيتهم في الطاجين، كركم فلفل أسود وراس الحانوت، وضفت أيضا ظرف تاع مرق الدجاج تاع ماجي، وأيضا كمية قليلة من المعدنوس اللي قطعته إلى قطع جد صغيرة. خلطت مليح ورحت ضفت ملعقة كبيرة لا شابلور خبز مرحي وخلطت مليح، وراه جاهز معنا نحشيو به القرنون تاعنا. اما الطاجين هنا بعد ما تقلى مليح رحت مرقت بالماء حتى تغطى كامل هذاك الدجاج ونخلوه يطيب. من بعد حشيت القرنون تاعي بهذه الطريقة وعبصت عليه مليح هكذاك باش الحشو ما يخرج، والكمية اللي تبقات لي راح نشكلها الى كريات ونحطها تطيب معاهم.
بالنسبة كيفاش تطيبوه باش ما يتفتحش معاكم، هنا كان المقطع راح لي. بعد ما يطيب الدجاج نروح نحط القرنون تاعي من غير ما نقلبه، نحطه على القاعدة تاعو ونحاول كامل ما نحركوش ونقص للنار ونخليه يطيب على خاطره، وراهو جاهز معانا. وصدقوني جا بزاف بنين. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى الوصفات اليوم يكونوا عجبوكم. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وسلام.